طب انت بذمتك مش شايف ان الخطيب دمر حاجه اسمها مبادئ الاهلي؟ قعدته دي هي الرصاصة الأخيرة للمبادئ، ده انتصار لمجده الشخصي وبس. الخطيب أثبت إنه فوق أي ضغط بعد ما مرمى كرامة النادي في أزمة تركي آل الشيخ. هل من الأدب والمنطق والذوق، خصوصا أن النادي الأهلي السعودي ألغى عقده التعاقد مع اللاعب، الحاجة تطلب شرط جزائي، وأنه الطالب الأهلي السعودي بشرط جزائي بعد ما ادفع لك المبلغ 3 مرات؟ هو أنت بتحارب عبد الله كشخص ولا بتحارب تركي آل الشيخ؟ ولا بتحارب مين بالضبط؟ وجاب ناس عليها كلام وناس هانت النادي، واحد زي إمام عاشور. يا حبيبي الخطيب اتدبس في غلطات اتفرضت عليه. هو اضطر يتعامل مع ملف تركي آل الشيخ عشان ينقذ النادي بالفلوس في الاول. يعني لو النادي كان وقع ومر بازمات ماليه طاحنه كان هيبقى ده هو الحل المرضي للجميع بالنسبه للخطيب، وهو مكمل وبيضحي بسمعته وشايل الشيله دي عشان يحاول يصلح اللي بايظ، حتى لو القرارات دي صعبه ولكن هي اتفرضت عليه من بره في الاول وفي الاخر.